يا ترى كام مرة حاولت تخلص شغلك ولقيت نفسك بتتشتت بعد 5 دقايق؟ المشكلة مش في إرادتك، المشكلة في الدوبامين والتشتت الرقمي. ده تحدي الديب وورك اللي هيغير طريقة شغلك تماماً. أولاً لازم نفهم إيه هو التركيز العميق ديب فوكس. هو حالة الفلو اللي بتخليك تعمل شغل 4 ساعات في ساعة واحدة. ثانياً إدارة الدوبامين عدونا اللدود في الإنتاجية. الدوبامين بيحب المكافآت السريعة زي النوتيفيكيشن أو السكر. عشان تتحكم فيه لازم تعمل ديتوكس دوبامين لمدة ساعة أو ساعتين. مفيش أي نوتيفيكيشن، مفيش تصفح عشوائي. خصص وقت محدد للرد على الرسائل والإيميلات. ثالثاً البيئة المثالية للتركيز العميق. ابعد أي حاجة ممكن تشتتك من مجال رؤيتك. استعمل السماعات العازلة للضوضاء. رابعاً قانون ال90 دقيقة. المخ مش بيقدر يحافظ على تركيز عميق أكتر من كده متواصل. اشتغل 90 دقيقة كاملة بتركيز مطلق وبعدها خد استراحة 15 دقيقة. الاستراحة دي ما تكونش على السوشيال ميديا. اعمل حاجة بتريح مخك زي المشي أو كوباية شاي. خامساً تتبع وتسجيل تقدمك. لما بتشوف قد إيه أنجزت ده بيزود حافزك الطبيعي internal motivation. تذكر الديب وورك مهارة زي أي مهارة تانية محتاجة تدريب. ابدأ بتحدي 30 دقيقة تركيز عميق كل يوم لمدة أسبوع. سيبولي في التعليقات إيه أكتر حاجة بتشتتك. يلا نبدأ تحدي الديب وورك ونعلي إنتاجيتنا سوا.